في إطار تعزيز قدرات الأطفال النفسية والاجتماعية بما يسهم في وقايتهم من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر وحمايتهم من كل أشكال التهديد، أمضت وزارة المرأة والأسرة والطفولة اتفاقية شراكة مع المنظمة الوطنية للطفولة التونسية. اتفاقية شراكة أمضتها وزارة المرأة والأسرة والطفولة مع المنظمة الوطنية للطفولة التونسية سيتم بموجبها دعم الجمعية بمبلغ مالي يناهز 160 ألف دينار. اتفاقية تهدف إلى الإحاطة بالأطفال من خلال تعزيز قدراتهم النفسية والاجتماعية وحمايتهم من السلوكات المحفوفة بالمخاطر ووقايتهم من كل أشكال التهديد. واللي يهمنا هو أنه أي طفل في تونس لابد أن يكون يتمتع بجودة الخدمات وأنه يترفه وأنه يعيش طفولته، والوزارة ستوفر الإقامة معناها لي سونتر باش توفرهم من الوزارة، باش توفر الحافلات، والمنظمة هي اللي باش توفر مجموعة من الأنشطة للأطفال هذو. تنظيم مصيف ترفيهي يشمل رحلات وزيارات لمواقع أثرية هي من بين البرامج التي ستخصصها المنظمة الوطنية للطفولة التونسية لفائدة 600 طفل من مختلف الجهات، باش يمس أطفال ذوي الدخل المحدود وذوي الحاجات الخصوصية خاصة المناطق الحدودية. والهدف الأساسي منه هو أن نوصلوا بطريقة سهلة للطفولة كيفية الابتعاد عن الانجرافات والانسياق في التيارات اللي تضر ببلاد، عن طريق أن نعلموا الأطفال وهم يلعبوا. شراكة هي الأولى بين وزارة المرأة والأسرة والطفولة والمنظمة الوطنية للطفولة التونسية قد تشهد تطورا في السنوات القادمة لتشمل عددا أكبر من الأطفال.